برضو من الأعمال اللي لا تنسى المسلسل جبل الحلال، الفنان محمود عبد العزيز رحمة الله عليه. الله يرحمه. ده بعد كده الاسم ده بقى بيعملوه سوبر ماركت وبيعملوه حاجات من كتر ما هو ابو الاسم هيبه. أبو هيبة. يعني أبو هيبة ده علامة فارقة في علامات الدراما المصرية. كلمنا عن المسلسل وفكرة أبو هيبة جت منين، وهل في أبو هيبة حقيقي؟ هو ده كان فيلم اصلا مم. اسمه ابو هيبه، اظن مع الاستاذ محمود عبد العزيز سنه 97 وقدمته له او 98. ومن ساعتها واحنا اصحاب بره الشغل. والراجل ده ليه فضل عليا كتير. الله. والراجل ده آه، مثلا يعني انا كنت لما كنتش بنجز حاجه هو طالبها مني معالجه فبتاخر فبهرب كالعاده، انا هراب. فلاقيه يسيب لي رساله ويقعد يندى عليا على الانسر ماشين اللي انا جبته ساعه المدينه. ايوه. فكانت امي على تبقى سلكي. ماشيه، امي تبقى ماشيه في الصاله سامع صوت محمود عبد العزيز الممثل وقاعد بيقول يا ناصر، ده تقعد تتلفف كده. وانا يعني انا خايف لانه انت بتهرب منه بقى لسه ما خلصتش. فاقول لها، تقول لي هو ده، اقول لها طب ما تشتغل معاه يمكن ربنا يكرمك يمكن. الله يرحمك يا استاذ. الله يرحمه. ده قول لنا حاجه، انت قلت لي قبل كده انا شخصيا في احدى مقابلاتنا يعني كلمتني كتير يا استاذ محمود، قول لنا حاجه برضو الناس ما تعرفهاش عن محمود عبد العزيز. هو كان ليه طقس بالنسبه لي، يعني انا شفته في العشاء عجيب شويه. ايوه. ان هو كان وسط العشاء كان بيجيب انشوجه، طبق انشوجه مليان انشوجه يعني، وطبق عسل. فانا دي مش في ثقافتي. اولا السمك نفسه مش في ثقافتنا كصعيد يعني. بس انشوجه وعسل، هو طبعا كان يعني الله يرحمه. الله يرحمه. فعلمني ازاي ان انا اكل بطريقه مختلفه. اوكي، اداك ثقافه جديده في الاكل. انا كنت بروح له كتير بالليل، فعلى طول هات فدي حاجه يوميه، دي عاده من عاداته. عاده من عاداته اللي انا شفتها يعني. تمام. حاجه تانية عن شخصيته طيب؟ حاجه تانية الناس كلها عارفه ان ده محمود عبد العزيز الراجل ابو دم خفيف. لا في حاجه، في حاجات يعني حاجه عن اللي انا شخصيته اعرفها عنه ان هو شديد الثقافه. طبعا عنده ثقافه رفيعه جدا. ما شفتهاش في حد. عنده امهات الكتب بيتناقش في كل صغيره وكبيره يعني. وكان شديد التخلق، يعني عنده رقه في النقد. يعني مهذب. كان مهذب يعني. كان عنده حياء وكان بيخاف من ربنا. دي ذكرتها لي قبل كده في حوار شخصي. انا هو كان يعني مثلا ابقى في اوضته يلا نصلي، فهو بيبقى الامام وبيقعد يعيط. فانا شفت ده بعيني يعني. ايوه انت فعلا حكيت لي حاجه كده. يعني شفت وعمره ما قال لي ده وحش كده. لا يعني يخليني استطعمها. ولا ده يعني ليه فضل كبير، الله يرحمه. الله يرحمه رحمة الله عليه. هو كان من الفنانين اللي مش هيتكرروا تاني، يعني هي مجموعة كده الحقيقة مبقاش في زيها تاني يعني، رحمة الله عليهم جميعا.